العجيب في آيات الصيام إنك لو تأملت آيات الصيام ستجد آيات الصيام مفتتحة بذكر التقوى ومختتمة بذكر التقوى. يعني أول آية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويتكلم الله عز وجل عن الصوم في آيات، ثم تأتي الآية الأخيرة يقول الله عز وجل كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فتفتتح أول آية بذكر التقوى وتختتم الآية الأخيرة بذكر التقوى، فكأن ثم علاقة بقى بين الصوم والتقوى، وكأن الصوم يؤدي إلى التقوى لعلكم تتقون، يعني إذا صمتم اتقيتم. فيأتي هنا السؤال طيب كيف يؤدي الصوم إلى التقوى؟ فيأتي السؤال السابق لهذا، طب ما هو الصوم وما هي التقوى؟ يعني لما تيجي تقول لي الصوم يؤدي إلى التقوى أقول لك طب أنت عارف يعني صوم؟ لا. طب عارف يعني تقوى؟ لا. طب إزاي هتعرف إن الصوم يؤدي إلى التقوى؟ الصوم أقصد حقيقة الصوم وليس صوم الفقهاء الذي يذكر في كتب الفقه. يعني أنا أقول لك شيئا أمر عليه سريعا فقط أذكره لأن هذا اللفظ يتكرر على أذهان الناس في المواسم. دائما ما نسمع أن هناك صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص، وتذكر هكذا كلمة ويمرون عليه، يعني صوم العموم كذا وصوم الخصوص كذا، لكن لم يقف واحد ليتأمل هذه الألفاظ. يعني إيه صوم الخصوص؟ يعني إيه صوم؟ يعني كأن في صوم مختلف. تعرف الصوم اللي احنا نعرفه كلنا ده في الآخر يطلع صوم العموم، واللي هو من الفجر إلى المغرب لا هتاكل ولا هتشرب ولا هتجامع، ده صوم العموم. ده في درجتان أعلى من هذه الدرجة، صوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. طب نعرف الأول إيه هو صوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص؟ باختصار يعني عشان لن أسهب في ذلك، إنما ذكروا أن صوم الخصوص هو صوم الجوارح عن اكتساب الآثام. يعني أنت إذا سؤال لفقيه، رجل من الفجر إلى المغرب لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع، لكنه اغتاب، لكنه نظر إلى الحرام، ثم يأتي يسأل الفقيه هل يصح صومي؟ فبإجماع الفقهاء يصح صوم. الأجر والثواب مسألة أخرى، يعني ينقص الثواب بقدر ما أتيت من معاصٍ وهذا، إنما يصح صوم. يصح صوم. صوم الخصوص أعلى من ذلك، هو إن الجوارح تكف عن الآثام، وبعضهم زاد ليس فقط عن الآثام وعن كل ما يشغل عن الله. يعني في فترة الصوم هو يكف جوارحه عن كل ما يشغل عن الله عز وجل، عن كل ما يصرف عن الله عز وجل. طيب صوم خصوص الخصوص بقى، وهذه درجة عالية، إن هو صوم القلب عن الأغيار. يعني في فترة الصوم هو لا يخطر على باله، لا يخطر على قلبه غير الله عز وجل، فصام القلب عن الأغيار، فدرجة عالية. حتى أن ذكروا يعني عن الأغيار هذه إنه حتى يرى أن ما هو فيه من العبادات هي من الله، يعني هو لا ينصرف إلى نفسه إلى حاله. يعني صوم خصوص الخصوص درجة يعني عالية. اللي هو يعني أنا الآن صائم بالله، هو مش شايف نفسه. طيب بعد الصوم قمت بالله، لأنه لو لاحظ نفسه فقد انصرف إلى غير، ما هو نفسك غير الله عز وجل سبحانه وتعالى، أي شيء غيره. فإذا انصرف قلبي إلى نفسي، يعني أنا صمت، أنا قمت، أنا تلوت، أنا ختمت، قد انصرف قلبك.